يعد افتتاح المتحف المصري الكبير حدثاً استثنائياً انتظره العالم بأسره. وقف على هذا الحدث الكثير من الجنود المجهولين. بكل الفخر والامتنان نسلط الضوء على الجهود العظيمة للعلماء والأثريين المصريين من خلال شهادة بعضهم ومشاركتهم فرحتهم بإنجازهم العظيم. في الأول أنا حابة أشكر كل شركاء العمل في المتحف الكبير بكل مختلف تخصصاتهم اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي على الشاشة كلقطات سريعة أو بتنقلوه على الهواء. الحقيقة هو خد شغل سنين متواصلة وتعديلات واقتراحات وأفكار وأبحاث اتعملت علشان نوصل للمشهد المبهر اللي حضراتكم شايفينه. أنا هتكلم عن 3D أو القسم الأخير اللي بتبتدي من العصر الانتقال الثالث مرورا بالعصر المتأخر والعصر البطلمي والعصر الروماني. كانت فترة صعبة لأنك إزاي إن أنت كل هذه الفترات الزمنية إزاي تعمل تناغم وهرموني ما بينهم، إن إحنا نقدر نقدمها للجمهور، لأن أنت دلوقتي بتواجه ثقافات جديدة ودخيلة على الثقافة المصرية. إزاي الثقافات دي تعايشت داخل الوطن المصري، وإزاي الحضارة المصرية فرضت ثقافتها، وإزاي لما كان في تمازج للحضارات كان تمازج بصبغة مصرية. وبنشوف إزاي الملوك البطالمة ومن بعدهم الأباطرة الرومان وهم بيقدموا القرابين للآلهة المصرية وبيتصوروا بالهيئة المصرية. هذا يدل على قوة الثقافة المصرية وتأثيرها على الثقافات الأخرى. أنا شرفت بالعمل في المتحف المصري الكبير من 2015 في إدارة العرض المتحفي. اشتغلت على قاعات عرض توت عنخ آمون وقاعات الدولة الحديثة. قاعات الدولة الحديثة أو قاعات العرض عموما متقسمة 3 موضوعات: الملكية والمجتمع والمعتقدات. بنتكلم في عصر الدولة الحديثة، يعتبر من أزهى أكتر العصور فيها قوة عسكرية وقوة فنية وقوة سياسية، فاحنا بنظهر ده من خلال عرض القطع الأثرية المختلفة. فمثلا في الملكية بنعرض مجموعة مختلفة من ملوك وملكات مصر المشهورين في عصر الدولة الحديثة. أما في المجتمع بنعرض مجموعة مختلفة من التماثيل الحجرية، من الأدوات اللي كانت مستخدمة داخل المنزل، من الحاجات الفنية للسيدات، سواء المرايات أو دبابيس الشعر، الحاجات اللي هي التجميلية والإكسسوار. كنت عضو بإدارة العرض المتحفي واشتركت مع فريق من أميز الأثريين المصريين وهو فريق إدارة العرض المتحفي في وضع سيناريو القاعات الرئيسية للمتحف المصري الكبير. الجزء اللي اشتركت فيه بالضبط هو قاعات الدولة الوسطى وعصر الانتقال الثاني، وهي 3 قاعات رئيسية بتتناول هذه الفترة من خلال 3 مواضيع: المعتقدات والملكية والمجتمع. ومن أهم القطع برضو المعروضة في قاعة الملكية هي مجموعة مسيحتي، ودي مجموعة من أهم المجموعات الأثرية اللي بترجع للفترة دي، واللي من أهم قطعها نموذجين فريدين للجيش المصري القديم اللي بيبين قد إيه مصر كان عندها جيش موحد من آلاف السنين. وأتمنى إن الناس تزور المتحف المصري الكبير وتشوف القاعات بقى كاملة، مش ال3 دول بس، ال12 قاعة. وبشكر كل زمايلي اللي شاركوا في وضع سيناريو العرض المتحفي، كلهم من أميز الأثريين المصريين. وبشكر إدارة العرض المتحفي، وبتمنى الناس كلها تزور المتحف وتنبهر إن شاء الله بالشغل اللي معمول فيه على أعلى مستوى بإذن الله.